الله الله على الجمال، عملنا حاجة حلوة قوي النهاردة هتعجبكم. يلا بينا لروايح الزمن الجميل والطعم الحلو والحاجة الفلاحي على أصولها اللي بنعملها بطريقة حلوة قوي وكمان سهلة وبسيطة. عملنا منها فطار وكمان عملنا عشاء وكمان غدا، وطعمها وروحتها تحفة. الجو برد، قومي ولعي الفرن كده ودفي شقتك واعملي أكلة حلوة علشان تغدي ولادك بيها ويقعدوا جنبك وانتي مولعه الفرن كده، وتعملي احلى غدوه وكمان احلى فطار. يلا بينا نرجع لاصلنا واكلنا التحفه. بلاش التيك اواي وبلاش الحاجات اللي بتجيب تتعب اولادنا، بدل ما تشتريها من بره غاليه الواحده ب30 40 جنيه. انا عملتها في البيت باقل التكلفه وكمان سهله وبسيطه عليكي، ما خدتش مني نص ساعة. عمايل وتحفة بجد. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسولنا الكريم وندخل نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. هنا عندك اي كمية من الدقيق، انا عندي هنا حوالي 2 كيلو او يعني 2 كيلو الا كانوا موجودين عندي، فقلت اقوم اعمل بهم حاجه لولادي تدفي الشقه كده ويتغدوا منها. حطيت الكميه بتاعتي من الدقيق، لو عندك انا هقول لك مقدار كيلو دقيق، لو عندك كيلو من الدقيق هتحطي عليه نص معلقه بيكنج باودر. انا كان عندي هنا كيسين فيهم كل واحد نص معلقه فحطيتهم على الدقيق بتاعي. وهتحطي ربع معلقه من الملح، وهتقلبي كل الجمال اللي انت شايفاه ده. هنقلب كده الكميه بتاعتنا كلها زي ما انت شايفه كده. قلبي المواد الجافة كلها مع بعض، وكمان مش هتحتاجي لا مية سخنة ولا مية دافية لان انت كده كده مش حاطة خميرة. فانت هتعجني بالمية الدافية بتاعتك كده على طول زي ما انت شايفة كده. مية من الازازة العادية اللي بنشرب فيها، مية من الحنفية. انزلي بقى عجيني كده عجنة زي ما انت شايفة كده. هنعجن اللي احنا شايفينه معاه كده. كمية الدقيق بتاعتنا هنعجنها. هننزل بقى بالمية واحدة واحدة، مكانها مفيش معيار معين للمية. هتنزلي واحدة واحدة وتعجني كده في الأول بالراحة كده، تمسكي العجين بتاعك يدوب ان احنا نخلط المية معاه. هنخلط الدقيق كله بالمية زي ما قلتلك، مفيش معيار معين للمية. المية دي بتبقى حسب الدقيق اللي في ايديك. مية من الحنفية، ايوه مية من الحنفية، مش سخنة مش دافية مش اي حاجة، لان انت كده مش هتخمري. كده ما عندناش خميرة، بيتعمل من غير خميرة. هتحطي ذرة من الملح، نص معلقة من الملح على كيلو الدقيق، وكمان ربع معلقة من البيكنج باودر يديكي هشاشة فيه بتبقى حلوة قوي. هنحط شوية بشوية من المية كده معانا، وهننزل عجن كده زي ما انت شايفة. وكمان هوريك ازاي يبقى الملمس بتاع العجين. هنعجن كده بالراحة، وطبعا هياخد مننا وقت شوية من العجن. هتقعدي تعجيني عجن متواصل حوالي ربع ساعة كده في العجين. بياخد عجن شوية، ايوه بياخد عجن شوية. معلش انت مش هتتعبي غير في عجنه. ولو عندك عجانة حطهم في العجانة واعجنهم كويس. بس انا هعجنهم على ايديا كده، مش مستاهلة عجن. هننزل بقى في العجين كده، وهننزل بقى. يلا انزلي على الارض وافتكري عجن الخبيز الفلاحي وعجن العيش الفلاحي بتاعنا، واعجني كويس جدا. هنخلط الاول شويه بشويه الميه كده زي ما انتوا شايفين. انا بحط شويه بشويه. هنعجنه بلبن؟ لا طبعا ما بيتعجنش بلبن، مش ده اللي بيتعجن بلبن. كده انا هاخده على الارض وهنزل فيه عجن كويس جدا. بصوا بقى ملمس العجينه، انا عايزاها عجينه طريه بس مش ملزقه ولا بتمسك في ايديا، انا عايزه سمكها طري. إيه اللي هيعمل؟ في ناس بتفرده على الدقيق بتخلي العجينه قاسيه شويه. انا ما بفردش على دقيق، هتشوفوا انا هعمله ازاي معاكم. بصوا العجينه بقت ناعمه وفتحت معايا وكمان طريه. وحاولي ما تبقاش مخرزه معاكي، لو العجينه مخرزه معاكي فيها حبيبات بسيطة كده، انخلي الدقيق كويس مرة واتنين وتلاتة. عشان لو فيه مخرزة معاكي وفيها حبيبات بسيطة كده، انتي مش هتعرفي تعمليه وهيتقطع منك بسهولة. بصوا بقى العجينة بوريكم ملبن كده، ملبن ملبن. بصراحة جميلة وما غلبتنيش وتحفة قوي. يلا بينا. هتسيبيها بقى في الوقت ده هتعملي فيها ايه؟ كده في الوقت ده انا خلصت العجين خلاص اهو. هل هنسيبها كده في الطبق شوية ولا حاجة؟ لا. يلا انا هوريكم، هسيبها ترتاح. عايزينها ترتاح كويس جدا بس مش في الطبق. هوريكم هنقطعها ازاي بقى ونسيبها ترتاح كويس جدا. كده ما فيهاش خميره بس لازم نريحها حلوه قوي. هجيب الصينيه بتاعتي الاستانلس دي، وهحط عليها نقطه من الزيت، وهقطعهم كور على قد الطبليه او على قد الصينيه اللي هتفردي عليها. يعني انا كده مش حكماكي بالحجم اللي انت هتقطعيه، لا.
انتي قطعي على قد الطبلية او الصينية او الرخامة، ايا كان عندك هتفردي عليه، فانت اعملي على قد حجمه. معلش يا حبايبي. كده بصوا انا خلاص اهو. بصوا التقطيعة بتاعتي دي، انا عندي هنا اللي انا هفرد عليها الطبلية، فانا هقطع على قدها عشان ما ينزلش مني في الارض، او يبقى ايه، لو عندك صينية كبيرة وهتحطي على حاجة عالية اعملي، لو عايزة رقاته كتير قوي اعملي انتي على طبلية او على صينية تكون عالية معاكي، وفي نفس الوقت هتفردي فيها وعايزاه طبقاتها تبقى كبيرة. انا بحبها مش كبيرة قوي، على قد الحاجة اللي انا هفرد عليها زي ما قلت لك. كده هقطع كده زي ما انتوا شايفين، مش عايزاها كبيرة قوي ولا صغيرة قوي، انا هعملها كور كده متوسطة. لازم رشة الزيت اللي حطيتيها على الصينية، ايوه يا حبايبي لازم، اوعي تنسي عشان ما تلزقش معاكي في الصينية ولا في ايديك اما تيجي تشيليها، لان هي عجينة طرية. انا هكورهم كلهم بنفس الحجم اللي انتوا شايفينه ده. وكده خلصنا الكور بتاعتنا زي ما احنا شايفين، ما شاء الله اللهم بارك. عملوا معايا شوية حلوين، وكمان هغطيهم، قطعت كيس كده وغطيتهم بيه. كده هتسيبيهم فترة طويلة، نص ساعة لحد ما ترتاح جدا جدا. اوعي تفردي فيها قبل ما ترتاح. وكده انا سبتهم وقت طويل اهو، وخلاص نضفت الطبلية بتاعتي وخلاص. بص ارتاحوا ازاي. هتحطي ايدك فيها كده، بصوا اهي كده ما بترجعش تاني، يبقى كده مرتاحه وحلوه قوي معاكي. كده دي الطبليه الستانلس بتاعتي اللي انا هفرد عليها، وهوريكي طريقه الفرد بتاعتي مش على دقيق، لان انا ما بفردوش على دقيق. هتفردي الدقيق الفطير بتاعك النهارده. هنا انا معايا هنا سمنه عاديه على حبه صغيرين من الزيت، على كان عندي قطعه زبده صغيره كده، زبده عاديه فلاحي لو عندك اعملي بيها. انا حطيت قطعه من الزبده الصفراء على شويه من السمنه العاديه على حبه من الزيت. الزيت بيديله لمعه حلوه قوي، بس زيت يكون نضيف. لو عندك زيت التموين ماشي، لو ملوش ريحه ولا حاجه حطي عليه، يعني حطي عليه حوالي نص كوباية من الزيت او كوباية من الزيت حسب المقدار اللي انت هتعمليه. كده بصوا بقى شكل السمنة وجمالها، سمنة صفرة على حتة من الزبدة الصفرة على حبة من الزيت، يدوله لمعة حلوة قوي. وهنفرد بكل سهولة. انا بفرد على السمنة او على الزبدة لانه بيتفرد معايا بكل سهولة. وعندي الطبلية بتاعتي دي انا بعمل على قدها، فزي ما قلتلك اعملي على قد الحاجة اللي انت هتفردي عليها. يلا لو اول مرة تشوفيني واول مرة تدخلي قناتي، ادخلي اشتركي عندي عشان يوصلك كل جديد من عندي. ويا رب دعوة حلوة منكم في الكومنتات بصلاح الحال ليا وليكم ان شاء الله يا رب العالمين. طبعا الاسعار بره دلوقتي يا حبايبي نار، وكمان الفطيره العاديه بره الساده عامله لها 30 جنيه او 35 جنيه. طب لو انت عيله وكل واحد وصغيره مش كبيره، طب لو كل واحد وانت عيله مثلا 4 افراد او 5 افراد زي حالتي كده، اروح اشتريها ادفع لي 150 جنيه او اكتر وفطيره في الاخر وعسل وحته جبنه. طب ليه؟ طب ما انا اعمل في بيتي على الاقل ضمن نظافته وبايدي وحلوه قوي. بس احنا اللي ايه ساعات بنكسل شويه. بس في الاسعار دي بلاش تكسلي واعملي بايدك كل حاجه، والله ما هتوفري. واليومين دول في الغلاء اللي احنا فيه ده عايزين نقتصد شويه. بلاش نشتري اكل من بره، بلاش نشتري حاجات جاهزه. هتلاقي نفسك بتعملي في البيت بتكلفه اقل من اللي انت هتشتري منها. بصوا عشان العجينه مرتاحه وحلوه ازاي. بصوا، لا اللي اتقطعت دي من ضفري انا ضفري جه فيها، بس العجينه طريه. حتى لو اتقطعت معاك الحته دي فعادي مش مشكله خالص. حتى لو اتقطعت منك كلها اهي، بقول لك الحته اللي اتقطعت دي عادي خالص، ما تخافيش هتتلم معاكي وهتبقى حلوه قوي. بصوا، بصوا ما شاء الله اللهم بارك. احنا كده بنفرد، بتبقى رقيقه لحد ما تخلي شايفه الطبليه من تحت منها. بصراحة أنا بفردها، وكمان العجينة ملمسها حلوة قوي معاكي. بصي بصي دخلي فيها الهوا زي ما انت شايفة كده، وأنا بلف الطبلية لأن أنا بعمل لوحدي. حتى لو لوحدك هتعمليه بكل سهولة، مش هيبقى صعب عليكي والله. بقولك دي اللي اتقطعت دي عندك مفيش مشكلة خالص، لأن أنا ضفر اللي جه فيها فعشان كده قطعها. بص طول ما العجينة معاكي مرتاحة وطرية في ايدك عمرها ما تتقطع وتتبهدل منك. بس لو اتقطعت غصب عنك برضو ما يجراش حاجة، ايه يعني احنا نرجع نلمها تاني. بصي بقى حطي بقى رشة الزبدة الحلوة كده بايدك كده اهو. بصوا ريحة الخبز في البيت وريحة الاكل ده بيبقى في البيت. انا من عشاق اي مخبوزات في البيت بتبقى حلوة قوي. هنحط بقى الرشة كده السمنة والزبدة كده زي ما انتوا شايفين.
لو عايزه تعمليه بزبده بسمنه بس عادي اعملي، مش مشكله. وهتحطي على السمنه حوالي نص كوبايه من الزيت، يديكي بس لمعه حلوه، وهيدي ايه قرمشه من فوق في الفطيره كده، هتبقى حلوه كده. خلاص انا هعملها كده دي ساده. هنفرد بقى زي ما احنا شايفين كده، والطرف اللي تلميه ترجعي تفرديه بس بين كل طبقة طبقة سمنة. اوعي تحطي من غير سمنة، لو نسيتي وقفلتيها من غير الزبدة هتبقى لازقة في بعضها، مش هتبقى هشة ومورقة. فانتي خلي بالك. بصوا بايدي كده اهو، نرش الرشة وبايدي طبطب عليها كده واوزعها على كل الفطيرة كده. خلاص اهو اللي اتقطعت هنلمها، ما تخافيش كده. انا بقول لكم عاملاها على قد الطبليه عشان ما تنزلش مني كتير على الارض. يلا بينا بقى نرجع لزمن الجميل وزمن الروايح الجميله والفطير، وايام ما كنا بنتلم في بيت العيله ونعمل الفطير الفلاحي والقشطه. اعملي في بيتك ورجعي الروايح الحلوه دي. سيبك من الاكل التكاوي، سيبك من الاكل اللي بره كله مواد حافظه. لا لانشون، لا مش عارفه فراخ كنتاكي، لا مش عارفه حواوشي ولادنا يشتروه. في الايام اللي احنا فيها دي والزمن اللي فيه الفيروس والوباء ده، بلاش تشتري كتير حاجات من بره لولادك. بصوا بكل سهولة اعملي كيلو، اعملي نص كيلو، اعجني فطرتين اتنين، مش هتتعبي ولا هيحصل اي حاجة. وفي فرن البوتاجاز واعمليها كده. خلاص انا لميتها في كل طبقه وطبقه سمنه، وكده انا بعمل وبلف الطبليه عليا. لان لو معاكي حد في البيت هيساعدك هيفرد قدامك، هتبقى سهله معاكي بس بكل سهوله. بس انا عملت والله الكميه كلها لوحدي وبكل سهوله خلصت، ما خدتش مني وقت. بصوا بعد كده بتلميها كوره زي ما انت شايفه كده اهي، وتحطيها بقى في مكان ترتاح تاني. هترتاح تاني بعد ما تلميها كده. خلاص انا هعمل بقى كمان واحدة هوريكم هعملها ازاي. هنا انا فردت كمان واحدة زي ما انتوا شايفين كده. دي كانت كبيرة فانا فردتها ونزلت لحد الارض كده، كانت عجينة كبيرة شوية كده. رشيت السمنة وكده زي ما قلت لكم هنعمل السمنة طبقات زي ما احنا شايفين. عايزاه دسم وبتحبيه دسم زودي السمنة فيه، عايزاه متوسط زي ما انا بعمل كده كده. انا عملته متوسط مش دسم قوي. عندي بقى هنا دي طبعا انا مش هعمل فطير ومش العيال مش هيتغدوا منها. عندي هنا شوية لحمة متعصجين، وكمان حطيت فيهم عصقتها تعصيج اللحم سهل انتوا عارفينه، مع فلفلاية حرة مع فلفلاية رومي، جزرية مبشورة وقطعت قطاية، وعصقت اللحمة مع بصلاية كبيرة وعصقتها بالطريقة زي ما انتوا شايفينها دي كده. وهنعمل احلى فطير شرقي محشي باللحمة لولادك يتغدي منه، يبقى السادة للفطار مع العسل والطحينة، وكمان الجبنة القريش او الجبنة القديمة. وكمان هنا حطيت زيتون وجبنة رومي مبشورة. وهنقفل على الجمال ده كله بقى، وديت هتبقى فطيرة شرقي بتشتريها من بره دلوقتي. الفطيرة الشرقي بتخش لها في 70 جنيه الفطيرة الشرقي. طب وليه ما انا اعملها عندي في البيت وبنظافتي انا وبايدي انا، وانا عارفة وضمناها ان هي نظيفة كده. حطينا اللحمة المفرومة وعليها زيتون متقطع اسود وعليها جبنة مبشورة، ايا كان جبنة عندك، موتزاريلا رومي، اي جبنة عندك اشتغلي باللي موجود عندك في البيت. وهنطبق بقى الجمال ده كله ونلمه. وهنعمل بقى وحدتين محشيين جبنة بتاع لحمة مفرومة على جبنة، وكمان هنعمل كام واحدة سادة كمان. يبقى عملنا فطار وعملنا غدا تحفة تحفة بجد. والله ولادي جم قعدوا جنبي كده في المطبخ، انا قاعدة في المطبخ، ولادي جم قعدوا اللي يجي من بره عاملة اكل ايه يا ماما، اسوي لهم الفطيرة المحشية دي. قعدوا جنبي على الطبلية، افتكرنا الزمن الجميل وافتكرنا ايام الطبلية العيلة وحلاوة العيلة ولمة العيلة. بجد والله احنا بنعمل كده يعني. خلينا نرجع للاكل الحلو، الاكل اللي احنا بيدفينا في الشتاء. هنلم بقى كل الجمال ده بين طبقه وطبقه سمنه زي ما قلت لكم. هنا اللي محشيه دي انا بلمها على جوه عشان اخلي الطبقات الكتيره ده من تحت عشان ما تتقطعش منك كده. لميتها وبرضه هتسيبيها ترتاح كويس جدا، مش هتسوي لانك هتيجي تفرديها مش هتتفرد معاكي. وكده يا حبايبي عملنا واحدة سادة وكمان واحدة محشية لحمة مفرومة. وهكمل بقى كل الكمية معايا كده. وبعد ما ترتاح كويس جدا هنخش بقى على مرحلة التسوية، وهوريكم احنا بنسوي الفطير ازاي. كده معايا صينية هلم فيها اللي انا حشياهم، وكمان السادة هحطهم كمان يرتاحوا، وهوريكم الجمال ده بعد ما اخلص.
كده يا حبايبي انا خلصت، عملت كام واحده. دي محشيه، حطيت فات شويه لحمه حطيتهم عليها من فوق، دول ساده. ودي محشيه لحمه، وكمان في واحدتين كمان محشيين لحمه. وعجنت كمان واحده فطيره ذره، بس عجنتها بسرعه عشان ما اطولش عليكم. انا عجنتها بكل سهوله. هتجيبي شويه من الدقيق الذره على شويه من الدقيق القمح بتاعنا البلدي العادي، وعندك لبن رايب اعجني، ما بتعجنش الا بلبن رايب او زبادي، وقطعه كبيره حلوه من الجبنه القريش على حبه من السمن. بصوا بصوا بقى الجمال والحلاوه، الله 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 الله. بصوا الفطيره قبه ازاي في الفرن، انا بسوي في فرن البوتاجاز عادي، بتحمر من تحت وتاخد. بصوا الله الله على الجمال. فتحت نفسنا وجوعتنا يا ام شروق، يلا قوم اعملي، بجد سهل جدا. هسوي من تحت وتاخد لون حلو وتتحمر كويس جدا، واولع الشوايه تاخد لون. وبهنا نكون خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، والجمال والروايح وريحه البيت كانت ملانه خير. دي الساده اللي انا بقول لكم عليها، دي الساده. وكمان دي الفطيره الذره حلوه وطعمها تحفه، هي بتبقى رقيقه شويه، بتاكلي منها كده بتدوب في بقك، معجونه بلبن رايب او زبادي، وبتتعجن بقطعه جبنه قريش كبيره وحلوه، وحته من السمنه على الزبده. وكمان بتحط شويه من الدقيق الذره على شويه من الدقيق العادي، وبتعجني وبتحط حبه من الزبده اللي احنا عاجنين فاردين بيها الفطير، وبتعجني بلبن حليب او لبن رايب. هي كلها ما بتاخدش نقطه ميه، بس بصراحه وهم تحفة تحفة تحفة، هتحبيها وطعمها ملوش حل. احنا متعودين عليها وبنعملها، عندي ولادي بيحبوها يفطروا بيها. بصوا انت عمالة تاكلي وفتحت نفسنا، بجد طعمه تحفة. وكمان ديت اللي محشية باللحمة، وحطيت عليها زيتونة كمان من فوق اهي. والله عملنا غدا وفطار وعشاء بكميات حلوة قوي وكميات قليلة من بيتك. يلا قومي اعملي وما تكسليش، الشتاء عايزك تولعي الفرن. ويا رب ان شاء الله. بصوا اللحمه، بصوا طبقات اللحمه فيها وفردتها، وكمان حطيت شويه لحمه كانوا فايدين كده، في واحده حطيتهم على الوش كده، تحفه وطعمها جميل. انا بوريكم اهو. خلاص فتحت نفسنا وجوعتنا. طب هاتي حته من عينيا الاتنين، اللي عايز اي حاجه يقول لي وانا اعملها له. يا رب النهارده يكون، ما تنسوش اللايك وما تنسوش الشير، والنهارده يكون الفيديو بتاعي عجبكم. ويا رب دعوه حلوه منكم في الكومنتات بصلاح الحال ليا وليكم. ومعلش على تاخير، زي ما قلت لكم عدينا بظروف صعبه شويه، يعني الحمد لله رب العالمين خير من عند ربنا. إيه، كان اخويا تعبان ربنا يشفيه ويعافيه، وكمان ابني كان راح الجيش. فيلا كل حاجه من عند ربنا كويسه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.